في الناحية التانية ناحية تانجيرو والسياف الخنزير بيظهر لهم شيطان الأب وبيبدأ يهجم عليهم ويضرب تانجيرو بالقوة الكاملة ويرميه بعيد. نرجع بقى لصاحبنا زيناتسو وهو مسموم والسم بيمشي في دمه كله. بتظهر له واحدة من السيافين اللي مستواهم عالي جدا، كان المجلس باعتها هي وسياف تاني اللي تقف في آثار السيافين اللي ماتوا كلهم. تانجيرو بعد ما انضرب واتحدف بعيد نزل في حتة في الغابة ناحية شيطان من عائلة العناكب وهو الابن الأكبر. وعلى الناحية التانية سياف الخنزير كان بيحارب الشيطان الأب لوحده، لكن الشيطان ده للأسف قوي جدا والسياف ما كانش قادر على المواجهة دي لحد ما كسر السيفين بتوعه عليه. ويظهر السياف اللي مستواه عالي جدا وينقذ سياف الخنزير من ايد الشيطان. السياف ده بيقتل الشيطان الأب بضربة واحدة وكانت راسه طايرة في الهواء. نرجع بقى لتانجيرو وبرضه هو بيهاجم الشيطان الاب. وهالناحية التانية يا صديقي سياف الكهرباء تديله السيافة اللي ظهرت له دي حقنة مصل من السم. تانجيرو بقى بعد ما بينكسر سيفه على الشيطان تانجيرو ما بيستسلمش، لكن هو بيهجم على الشيطان بيرمي عليه خيوطه كلها وفجأة تظهر نيزوكي علشان تحمي تانجيرو وهوب هي اللي هتتصاب. لكن الشيطان ده بيتفاجأ ان الاتنين واحد بشري والتانية شيطانة وهما الاتنين عايشين مع بعض بالمنظر ده والترابط ده بينهم. ويطلع الشيطان الابن ده واحد من الشياطين ال12 القمرية ويبدأ يبهدل تانجيرو اللي للأسف طالع عينه أساسا وسيفه مكسور. لكن تانجيرو لا ييأس ويبدأ يجمع طاقته من جديد ويبدأ يهجم على الشيطان من جديد. وهنا الشيطان مل من تانجيرو فقرر يستخدم كل طاقة الخيوط اللي معاه. لكن هنا يا صديقي تانجيرو ينفجر ولا القنبلة بتقنية جديدة عليه أول مرة يستخدمها في حياته ألا وهي تقنية النار. ومع أخته نيزوكي هي كمان أشعلت الرابطة اللي بينها وبين تانجيرو وولعت في الخيوط بتاعة الشيطان. وهنا قطعوا راس الشيطان البائس ده. لكن طحن الشيطان ده قطع راسه الأول بنفسه قبل ما يوصل له السيف وكان لسه هينقض على تانجيرو فبيظهر السياف اللي رتبته عالية وينقذ تانجيرو ويقتل الشيطان اللي من الشياطين ال12 القمريين بكل سهولة. ظهرت السيافة وكانت هتهاجم نيزوكي بما انها الشيطان، لكن السياف اللي كان معاها بدأ يدافع عن تانجيرو ونيزوكي وقال لتانجيرو خد اختك وهرب. وبدأ الاثنين السيافين دول يبارزوا بعض، لكن الغربان وصل برسالة من المقر بأن على السيافين الاثنين دول إحضار الأخوين سالمين إلى المقر. وصل الأخوين مع السيافين اللي برتبة الهشيرة، دول سيافين الشياطين اللي بأعلى الرتبة اللي اسمهم الهشيرة. واحنا عارفين طبعا إنه رتب السيافين هم 10. تانجيرو والأربعة اللي معاه دول تحت خالص، إنما دول الهشيرة أعلى القمة. دول ال9 هم أعلى سيافين في فيلق قتلة الشياطين مرتبة الهشيرة. وبدأ ال9 يحكموا تانجيرو بأنه قاتل شياطين لكنه بيمشي برفقة أخته الشيطانة اللي المفروض يقتلها وده مخالف لقوانين السيافين. بيظهر الهشيرة ده وبيدب السيف في الصندوق نيزوكي وبيضربها بسيفه، لكن تانجيرو بينقض عليه ويديله بالرصية وهوب يوقعه بالضربة دي على الأرض. وهنا يحصل دخول رايق بيسبب حرائق. السيد وصل السيد وطلب من السيافين كلهم قبول تانجيرو واخته وانهم هيكملوا معهم المسيره كبشري وشيطان مع بعض. كلهم وافقوا على كلام السيد، لكن سياف الرياح ما وافقش وقال انه ما ينفعش نعيش مع شيطان وعور نفسه ونزل دمه على نيزوكي علشان يثبت لهم انها شيطانه زي بقيه الشياطين عادي جدا. وده كان اصعب امتحان نيزوكي تتحط فيه، لكنها اشاحت بوجهها من قدام الدم وهنا هدأت والسيد وافق على تانجيرو ونيزوكي وطلب من تانجيرو انه يقتل شيطان من شياطين ال12 القمريين علشان يثبت ولاءه للسيافين. وطبعا وافق تانجيرو. اخدوا 2 من الخدم هو واخته لبيت كده زي المستشفى ويلاقي هناك سياف الكهرباء صاحبه وبطبيعة الحال عمال بيصوت، وكمان صاحبهم الثالث سياف الخنزير. قعد ال3 في المستشفى دول يتعالجوا وبدأوا تاني يوم تدريب إعادة التأهيل وفضلوا على الحال ده 2 أسبوع على يد الهشيرة شينوبو. كان تانجيرو هو أكتر واحد بيتدرب بين ال3 دول لحد ما بدأ يتقن التدريب أكتر وأكتر وبدأ الاثنين يغاروا منه وبدأوا يتدربوا، لكن تانجيرو كان سابقهم بمراحل وأول يوم تدريب ليهم اتفشخوا حرفيا. يوصل الدليفري مرة تانية والمرة دي في اوردر لتانجيرو واوردر تاني لسياف الخنزير علشان الاثنين كسروا سيوفهم في آخر قتال. بعد التدريب ده كله جالهم الغراب بمهمة جديدة وانهم لازم ينضموا لهشير اللهب كيوجورو رينجوكو دي اويسان
واحدة من ال5 متخرجين مع تانجيرو، ما نعرفش عنها أي حاجة حتى الآن. ركب ال4 القطار وبدأت رحلتهم الجديدة. هنا بقى لازم أنبه على حاجة مهمة جدا. هنا احنا بدأنا الجزء الثاني اللي مكون من 7 حلقات فقط، وده كان تكملة للجزء الأول فهنحطه معاه. بتبدأ الحلقة الأولى من ناحية الهشيرة اللهب رينجوكو، وإنه جاله مهمة إن في شيطان بيقتل الناس في القطار، وراح هناك وقابل الشيطان ده، لكن الشيطان قدر يهرب منه مؤقتا، لكن الهشيرة يلحقه بقوته كلها ويقتله. لكن يتضح ان الشيطان ده ليس الا الهام، ومن هنا ركب الهشيرة نفس القطر بتاع ال3 السيافين دول الجداد ونيزوكو. بيظهر الشيطان في القطر، لكن برضه الهشيرة يموته بضربة واحدة فقط ويطير له راسه. انتوا باعتين فاندام ولا ايه؟ بس برضه كل دول الهاءات للرئيسي، وبرضه قتل التاني بضربة واحدة. ايزي بيزي يا عزيزي. اتضح ان قوة الشيطان ده ان يخلي الناس تنام في احلام سعيدة الى الابد لحد الموت، وبالفعل بينيم ابطالنا ال4 وكل واحد فيهم نام في حلم سعيد، لكنه ربط 4 بشريين بيدخلوا جوه احلامهم ويقتلوا الجواهر الروحية بتاعتهم وهم في الحلم علشان ما يقوموش نهائيا تاني. لكن الهشيرة بيقتل اول واحد يدخل جوه حلمه ويحاول يقتله. بتقوم نيزوكو من نومها الطبيعي وتطلع من الصندوق وهي مش تحت اي تعويذة، وتكتشف ان القطر كله نايم، وتصحي تانجيرو من التعويذة، فبيحاول يصحي التانيين لكن للاسف فك التعويذة مش بالسهولة دي، ويوصل للعربة الاولى من القطار ويقابل الشيطان الاقوى على القطر، واحد من الشياطين القمرية ال12، ويبدأ تانجيرو في قتال الشيطان ده، وبعد مقاومات فظيعة ضد النوم في الاحلام ودي قوة الشيطان، يقوم بطلنا المغوار بقتل اول شيطان قمري من ال12. يا الهي ما هذا الذي اراه يا صديق. لكن ثانية واحدة، الشيطان ما بيموتش. الشيطان ده اندمج مع القطر نفسه. يقوم تانجيرو راجع لاصحابه النايمين، بيصحي اول واحد وهو سياف الخنزير ويبدا في تقطيع اطراف هذا الشيطان، ويصحي الثاني كمان سياف الكهرباء ويقوم مكهرب العربيه كلها، ويصحي بعديها هشير اللهب، وبدا كل واحد منهم يعمل مهمه، ويكتشفوا ان راس الشيطان دي في مقدمه القطار. يحاول الاثنين شق الطريق للراس من جوه، لكن الشيطان بيجدد نفسه كل شويه، وللاسف تم طعن تانجيرو بمفك من واحد كان منوم من الشياطين. وهنا استخدم تانجيرو قوة والده ألا وهي قوة النار، وسيف تانجيرو ولع وحرق كل حاجة بيحتك بيها لحد ما وصل لراس الشيطان. وهنا يا صديقي تانجيرو بيقتل بالفعل أول شيطان قمري على ايديه، وينقلب القطار كله بكل اللي جواه، ويقع تانجيرو من القطر وهو مصاب. لكن لسه الموضوع ما خلصش، الموضوع مش بالسهل. بعد ما الشيطان القمري ده مات، ظهر واحد من أعلى 3 رتب من ال 12 شيطان القمري للهشيرة وتانجيرو، وبدأ القتال بين الشيطان ده وهشيرة اللهب رينجوكو. بيكمل القتال بين الاثنين، وبيكون قتال من عيار تاني نهائي، من مستوى تاني نهائي، قوة ودمار تانية خالص. لكن من الواضح ان الشيطان ده في القتال ده بيحاول يستميل الهشيرة ناحيته، وانه يضم معاهم كشيطان، وانه معاه كل صفات الشياطين القويه. لكن الهشيرة بيرفض، بيكملوا القتال بكل قوه وغطرسه. لكن من الواضح ان الشيطان ده مش بيتعود. للاسف هشير اللهب بدا يجهد، لكن للاسف يبدا الهشيرة بتلقي الضربات من الشيطان. لكن والف لكن هشير اللهب لم يصل الى قوته الجامحه بعد يا صديقي، وبدأ الاثنين يا صديقي بتجميع كل طاقاتهم المجمعه في ضربه واحده، واذ بهم يلتحمان بقوه لم نرها من قبل. سيف هشير اللهب بيخترق هذا الشيطان القمري ويهتك جسده مرارا وتكرارا يا صديقي، ذهابا وايابا، وهوب انفجار كبير جدا بيحصل، بيختفي الدخان، وهذا ما نراه كلنا. يد الشيطان القمري مخترقة بطن الهشيرة. هنا نصمت قليلا ولا نعلم ماذا نقول، لأنها نهاية. わかりません。人よりも強く生まれたのかわかりますか？ لكن
هذه ليست النهاية يا صديقي، ولكن قبل أن تتخلل الدماء بداخل الهشيرة وقبل أن يتحول إلى شيطان بيقوم نازل بسيفه على رقبة الشيطان، لكن رقبة الشيطان قوية لدرجة توقيف النصل. وهنا الفجر بيبدأ بالطلوع، وهذا يا صديقي يكون المنجد الأخير لكل السيافين. لكن الهشيرة ماسك الشيطان من الهروب قبل الشمس. سيف الهشيرة بيغرز أكتر في رقبة الشيطان، وبيبدأ سياف الخنزير بالهجوم على الشيطان ومع تانجيرو، لكن سياف الخنزير ما بيجيبهاش فيه ويقطع ايديه فقط. فيقوم الشيطان بالهروب في الغابة، بعديها تانجيرو يرمي السيف بتاعه زي الرمح ويحترق جسد الشيطان. لكن لسه ده مش كافي، وللأسف الشديد يا صديقي الصدوق بيهرب الشيطان. وللأسف الشديد هشير اللهب بيبدأ في لحظاته الأخيرة في إخبار تانجيرو عن شوية معلومات عن النار، وإنه لازم يروح لعيلته علشان عندهم معلومات عن النار اللي كان والد تانجيرو بيستخدمها. وكانت دي لحظات هشير اللهب الأخيرة، ويموت هشير اللهب رينجوكو سان الفشيخ، ويوصل الخبر لبقية فرقة الهشيرة